اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حييكم وأرحب بكم من منبر قناة القرآن الكريم ومع برنامجكم هل سألوا، فحياكم الله أجمعين أينما كنتم وحيثما حللتم. وأسعد باستضافة شيخنا الفاضل الدكتور سعيد بويزري، فمرحبا شيخنا الفاضل، نورت اللقاء. الله يبارك فيك. إذا نتواصل وإياكم مشاهدينا الكرام وعلى الأرقام الهاتفية 021 37 42 87 021 37 45 64، وها هي ذا تظهر أدنى الشاشة وبعد بيان موضوع اللقاء. قال رسول الأنام صلى الله عليه وسلم تسليما: نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال الصالح أحبة الإيمان في يد الشخص الصالح الذي يكسبه من حله وينفقه في حقه نعمة عظيمة تشكر ولا تكفر، وشكرها بالحفاظ عليها وصرفها فيما أمر الله سبحانه وتعالى. ولقد دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنس ابن مالك رضي الله عنه، وكان في آخر الدعاء له: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. وقال صلى الله عليه وسلم عن صاحبه وخليله أبي بكر: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. إذن هي مجموعة من النصوص، مجموعة من الأحاديث والآثار تبين قيمة هذه النعمة إذا وضعت في يد تشكر النعمة. نعم المال الصالح للرجل، وفي رواية للعبد الصالح. نعم. دكتور سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال عصب الحياة. المال كلية من الكليات الشرعية الكبرى، من مقاصد الشريعة الكبرى، وقد تقررت نصوص في الشريعة الإسلامية، نصوص تحفظها ونصوص تجرم العدوان عليها باعتبارها من مقاصد الشريعة الكبرى ومن الضروريات الخمس. نعم. بين هذا وذاك هل ورد ما يزاهد فيه؟ نعم، سأتحدث عن، ولكن ما يزهد في المال الذي يأتي من الحرام، حتى نأتي على جوانب الموضوع. نعم. وحاول أن أعالج هذا الموضوع من خلال رسائل مركزة. نعم. أولا قلنا أن المال عصب الحياة، أن المال من الضروريات الخمس بعد الدين، النفس، العقل، العرض أو النسل، ويأتي المال. والشريعة قررت جملة من النصوص تحفظها وتعاقب من يعتدي عليها وتمنع العدوان عليها. من هذه الأمثلة حينما أمرنا الله عز وجل بالحفاظ على المال من خلال الحرص، كما قلت في مقدمة اللقاء أخي محمد صالح، الحرص على تحصيل المال من مصادره المباحة. المال، ورب سبحانه قال: تحبون المال حبا جمة. وغريزة التكسب وجمع المال نعم، هذه مغروسة في الإنسان، يعني جبل الإنسان على حب المال، فرعي ذلك. نعم. فرعي ذلك، فطر أو جبل الإنسان على حب المال، والشريعة استجابت لهذا الأمر الجبلي، لهذا الأمر الفطري. نعم. بجملة أحكام. من هذه الأحكام أنها أباحت الكسب الحلال بلا حدود. نعم. أن يكسب المال الإنسان المال من عرق جبينه. يعني فيه مثل بالقبالية يقول لك: ويني فغانسك سوذي وسنين مدنا سيذي إلى قد يشرو ثيذي. هذه بعدين نأتي عليها، فكرني يا أخي محمد صلى الله عليه وسلم، للبيان والشرح والترجمة. نعم. هذا الأمر الأول، سواء كان الجهد عضليا أو ذهنيا عقليا.
مصدر الميراث، قد يرث الإنسان المال من مورثه، وهذا كسب حلال طبعا وفق فريضة الشريعة، مال مستفاد. نعم، وكذلك عن طريق الوصايا وعن طريق الهبات إلى آخره. ولكن نجد في أصل التملك بعض المصادر ممنوعة شرعا. لا يجوز للإنسان أن يملك المال بالسرقة، لأن السرقة ممنوعة، بل هي من حدود الشريعة. نعم. من سرق فقد أتى حدا من حدود الله عز وجل. ربي قال في القرآن: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. هذا يعتبر من الحدود الشرعية. ولا أن يختلس، ولا أن يختلس بكل ألوان الاختلاس واستخدام الحيل، ولا أن يأخذ المال بالرشوة، فاللعنة واضحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مع السرقة والاختلاس الخيانة. نعم. خيانة الأمانات. بارك نعم. الله فيك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش الماشي بينهما. ما يكسبش الإنسان المال يقول كان شطارتي، ولكن يسمي بعض الناس أنفسهم يقول كان دلال الخير، يأخذ الرشوة ويديها لواحد آخر ويقول أنا دلال الخير وهو يأخذ نسبة. ولا أن يكسب المال عن طريق الاكتناز، ولا عن طريق الاحتكار، ولا عن طريق الربا، ولا عن طريق الربا. كل هذه بعض المصادر أو عقود الغرر أو العقود الفاسدة بلغة الفقه الباطلة من ناحية الشرع. وربي قال واحد الآية عجيبة، قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن المال في أصله مضبوط ومحدد، ظهرت الوسائل المباحة، وكذلك بين الشرع الوسائل الممنوعة المحرمة. ثم بعد كسب المال يجب المحافظة عليه. هنا يأتي النص، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح. بمعنى يلي يكسب المال ما يقولش أنا حر في التصرف فيه، فإن الإنسان لا بد أن يسير أمواله وأن يتصرف فيها وفق مقتضى الشريعة الإسلامية. من هذه المقتضيات يمنع عليه التبذير، ولا تبذر تبذيرا. نعم. ويمنع التقتير، يعني الإنسان ما يكون بخيل، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وكذلك أيضا يمنع المتاجرة في الحرام. نعم. في الأمور الممنوعة وفي الأمور المحرمة. وكذلك هذا المال يطلب شرعا بأوامر الشريعة أن ينفق الإنسان هذه الأموال فيما وجب، كقوله تعالى مثلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه من قبل أن يأتي. نعم. وقال الله تعالى بالنسبة للحلقة بين الزوجين: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والنفقة على الفروع والنفقة على الأصول. هناك أحاديث وآثار وآيات في هذا الباب أن الإنسان يجب أن ينفق على أصوله، على والده وأجده وكذا وكذا، وعلى زوجته وعلى أولاده وهكذا. إذن وبعد نهاية الدنيا، بعدما ينتهي هو من الحياة، يعني بعدما يموت، هذا المال أيضا يحفظ. الشريعة الإسلامية حافظته. كيف؟ بصرفه وبتوزيعه على المستحقين للميراث. وفي أثناء الحياة، حياة الإنسان الذي يكسب هذا المال المالك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. معناه ورى هذاك الإنسان الصالح الذي يدرك قيمة هذه النعمة، نعمة المال، وأن الله هو الذي رزقه بهذه النعمة، وأن يعمل وفق مقتضى الشريعة الإسلامية، فينفق هذا المال فيما ينفعه هو وينفع أسرته وينفع الفقراء والمساكين وينفع المشاريع الخيرية المختلفة وينفع المساجد وطلبة القرآن وإلى آخره. فيصرف هذا المال فيما ينفع ولا يضر. ويومها يستحق هذه البشرى النبوية: نعم المال الصالح للرجل الصالح. قد يكون المال صالحا ولكن الرجل لا يكون صالح. صحيح. قد يكون هذه صورة من صور. نعم. هذه من صور. قد يكون المال صالحا، نعم. جاء من مصادر حلال. نعم. من طريق حلال. ولكن الصرف الآن، ولكن الصرف هذا الذي يتصرف في هذا المال لا يكون صالحا، فيتصرف إما بغبن أو وفق أو ما يخالف الشريعة الإسلامية في التبذير أو في الحرام أو في المكروهات المختلفة وهكذا. نعم. شكرا دكتور، بارك الله فيك. نسأل الله تعالى الصلاح في الدنيا والآخرة، وأن يستعملنا فيما كلفنا، وأن لا يجعل وأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. دكتور، فيه أسئلة بقيت من اللقاء الماضي يوم الأحد الماضي. أختنا ياسمين من برج منايل تسأل وتقول: تزوجت من رجل لديه أولاد، وزوجته الأولى كانت قد توفاها الله تعالى فرحمة الله عليها،
لكنه وأم الزوج هؤلاء تقول أتعرض منهم لظلم، وكيفما تصرفت معهما يتذمران، وهو يهملني ويهمل أولادي ولا ينفق علينا. يقول بأنه أحذرني لأخدمه فقط وأولاده، فما هي نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. نصيحتي للزوج قبل أن تكون نصيحة للزوجة السائلة. نعم. الزوج لا يجوز له شرعا، ونحن في مقام الإفتاء، أن يضيع من يعول. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا عنده علاقة بالموضوع الافتتاحي، نعم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية أن يضيع من يعول، يعني هذا إثم كبير. سقط منا سهوا، يعني إشارة بالقبائلية للموضوع كما طلب منا. معليش، نعم، من إخواننا. سمعا وطاعة. نعم. سمعا وطاعة. نعم. صحيح يتمثل في استماثين. نرفع اعتذارنا فقط. الله يسلم، عذر مقبول إن شاء الله. إن شاء الله. جل من لا ينسى. نعم. لذلك يتمثل في استماثين السنت البوسة ذيون الحديث ذيون شبه صلى الله عليه وسلم يغدي في جنن. المعنى يس أنه يعني أمذان يصلحن وميفكر بالمال يصلحن، من المال للمال يصلح، ما إلا يسلسي الحلال يوثيد ومذان ستيذي سمك نبوي المثل وين يبغى نسكسو سوذي وسين مدنا سيدي لا قادي يشرو ثيذي، يعني هذيك السف المالني رزقني سي الحلال، اما ستيذيس اما القرايس الفهمايس اما ضورتي ديورث مولانيس، اما ديونيس ديجان يديف كان يوث الهبه نغيف كاس يعني يوث الهديه، وكذا يوكذ المصدر الحلال، يعني تسير قوال الحلال. ولكن اذا غامذا ميكسب يري فاسنيس إلا قد يستخدم الأرزاق نيس ديفكا ربي ذي الحلال، أذي نفق في مطوثيس في مولانيس في الدرياس في إيمانيس، وذي نفعن إهليلا إمغفان إوجيلا ثجال الجوامع ثم عمرين وقذي حواجن يمسفري، يعني أذي يستخدم أذي رميس وينس دينا ربي سبحانه عز وجل أكو النبي صلى الله عليه وسلم باش يستحق يعني الوصفاقين البشرى يستديف كان في صلى الله عليه وسلم. ولكن يوث الحاجة ولا قال يستخدم الملاقي ذي الحرام نغاتي دياوي سي الحرام باش ذي المال الصالح إلا قاتي دياوي سي الحلال، ويدي تسوى ستوكرضا ولا سريبة ولا سوين النظن يعني سلخديعة ميدي بلصافوسيس إلا قاتي الصرف أكني فغا ربي ذنفي، وأمذان يكسف الشيء سياسة زكاة ثمور تبديل مولان إمذان أذمثن، ولكن دي تذر تنسن إلاق الصرفن الأرزاق سنديفكا ربي يريفا سنسن أكني فغا ربي ذنفي ذينا نبي عليه الصلاة والسلام يصفر حيثن يناد نعم المال الصالح للرجل الصالح. بارك الله فيك. إذن نعتذر على انقطاع عن أختنا ياسمين من برج منين. إذن هذا الظلم الذي تتعرض له هذا ننصحه هو نعم. هذا الزوج. نعم، كلامك للزوج. نعم، من التجاوزات الخطيرة يرتكبها بعض الناس كي يتزوجوا المرة الثانية، هو عنده أولاد من الزوجة الأولى، إذن راه لاباس. بعضهم يعني كي يجيب الزوجة الثانية يقولها كيما هذا، يقول جبتك للخدمة، يعني تخدميني وتقدشي على الأولاد فقط، وهذا ظلم بين ما ينفق ما والو. أولا ربي سبحانه أعطى كرامة لهذه المرأة كما أعطى الكرامة لكل الناس، ولقد كرمنا بني آدم. هذه المرأة راهي أمانة عنده، جابها بعقد الزواج. ده في كل مرة نسمع هذا الكلام وهذا الوصف الرباني اللي اسمها ربي سبحانه ميثاق غليظة، وما ذكرت كلمة الميثاق إلا في موضعين، في موضع النبوة وفي موضع الزواج، دلالة على أهمية هذا العقد، عقد الزواج. أمر آخر ذكرنا الحديث قبل حين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني هذا إثم كبير. أما أنت يا أختي ماذا أنصحك؟ نقول لك عليك بالصبر، ربي قال إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، وعليك ببذل النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وعليك بالاستعانة بأهل الخير بعد استعانتك بالله عز وجل دعاء في عند قيام الليل وفي الأوقات الفاضلة وفي الأوقات الشريفة التي يستجاب فيها الدعاء، تدعو ربي سبحانه باش يهدي ربي هذا الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يعني ممكن تدعي في وقت إن شاء الله يستجاب فيه الدعاء، ربي يهدي هذا الزوج وينتبه
إلى أخطائه ويعود إلى جدة الحق والصواب. ثم تستعينين ببعض الناس اللي داخل الأسرة مثلا باش ينصحوه باش يوجهوه يردعوه لعله يهتدي. نسأل الله الهداية له ولنا جميعا يا رب العالمين. إذا للتواصل مع البرنامج ومع فضيلة الدكتور سعيد للإجابة عن أسئلتكم أرقام الهاتف تحت خدمتكم 021 37 42 87 021 37 45 64. هل فيه مكالمات؟ نعم. من تبسة معنا السيدة فاطمة الزهراء. فاطمة السلام عليكم. فاطمة الزهراء تفضلي. فاطمة الزهراء إذا تسمعين تفضلي بسؤالك. نعم نعم يا فاطمة الزهراء تفضلي. الو. نعم. السلام عليكم. سؤاله. وعليك السلام ورحمة الله تفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكم وللشيخ الدكتور ديزري. الله يحييك. تفضلي يا فاطمة رجاء تفضلي بالسؤال بسرعة. الله يحفظك. والله لم سمعتكم مليح. المهم أنا نطرح الأسئلة. تفضلي. نعم. باش يجاوب فيها الدكتور كاين واحد الأسئلة مستعجلة. تفضلي. نعم. وللأسف الحصة صعبة باش نحكموها. تفضلي. أول سؤال هو كاين أخت تزوجت زواج رسمي نعم. وشرعي وطلقت قبل الدخلة. نعم. والمطلقة طبعا قبل الدخلة ليس لها عدة. نعم. تزوجت قبل ما تنتهي 3 أشهر. ثم تزوجت مباشرة. لما بقت تعقد بالثاني البلدية رفضت لها حتى تفوت 3 أشهر، لكن هو قام الزواج الشرعي. لما قام الزواج الشرعي حملت الأخت هذه من زواجها الثاني. نعم. ولما حملت من الزواج الثاني لما ولدت ما بغاوش في البلدية يحطوا لها الابن هذا لأنها كانت تشرع على زواجها العقد رسمي، لكن تشرع كانت فايتة 9 أشهر. وراهم في حيرة كل العائلات راهم في حيرة كثيرة جدا، ونطلب من الشيخ يوضح لنا قانونا ما المعمول، لأنهم كلفوا محامي وداروا كل الإجراءات والابن هذا عنده 3 سنوات وماهوش يعني ما راش محطوط في ورفعت القضية للمحكمة وراهم متحيرين لأنهم كلفوا محامي وكل مرة ترفض لهم القضية. نطلب من الشيخ الله يخليه أفضل. يعني العائلة يستمعوا الحصة باش يوجهوا. شوفي فاطمة الزهراء نعم. خلينا الرقم الهاتفي يتواصل معك الدكتور إن شاء الله، لأن القضية فيها كثير من الملابسات التي يجب حلها. نعم. وتسمعي الجواب العام إن شاء الله. من بعد كاين فيما يخص سؤال ثاني. تفضلي. فيما يخص المذابح. ماذا؟ يعني شفتوا الدجاج راهم يذبحوا بالآلات هذه. نعم. الماشين هذه وقال لك يفضلوا غير الماشينه. هل هذا جايز؟ يعني بزاف الناس راهم في حيره لان كاين معظم الناس يتقوا الحالات بزاف وعنا راهم في حيره من هذا الامر. نطلب من الشيخ ايضا يوضح لنا هذه القضيه ان شاء الله. السؤال الثالث ما يخص الاذان والاقامه للمراه. نعم. هل تكون جهرا ام سرا؟ نعم. وكاين السؤال الرابع من فضلك وسمحوا لي على كل شيء لان انا تفضلي. لان الحصه صعب باش يحكمها الواحد وكاين ناس يكلفوني باش نعم باش نتواصل مع الشيخ باش. تفضلي يا فاطمه. كاين حديث لمعاذ بن جبل نعم. الجليل على الحوار الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وابليس عليه اللعنه. هل هذا صحيح ام لا؟ وين حديث هذا؟ وين؟ نعم. اعيدي الحديث الله يحفظك. الحديث يروى عن الصحابي الجليل معاذ بن جبل. نعم. عن الحوار الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وابليس عليه اللعنه. يعني هذا راه كاين حوار شيق لكن الناس ما عرفوا يعني لا صح ولا مش صح ولا اي حوار جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وابليس. يقول ان ربي سبحانه عز وجل امر ابليس يمشي للرسول صلى الله عليه وسلم ويكون صادق معه في الاجوبه. وسال الرسول صلى الله عليه وسلم على كما سال قال ما من تكره يا ابليس؟ قال اكرهك انت يا محمد. وبعد قالوا على ابو بكر الصديق قالوا انه ما امنش بيا في الجاهليه ما امنش بيا في الاسلام. ويعني الروايه كثيره بزاف ما باش نلحق. نعم. ونخلي لكم الوقت تاعي الا كان فيه شي حاجه يتواصل معايا شيخ.
ان شاء الله. ما تقطعيش شكرا الله يحمي في القضيه هذه شويه مستعجله في الابن هذا. ما تقطعيش المكالمه، ابقاي على الخط الداخلي. نعم تبقاي على الخط الداخلي، ما تقطعيش المكالمة. صح. شكرا. العفو. العفو السيدة كريمة. نعم، هل فيه اتصال؟ نعم، من عين دفلة سي بو علام. السلام عليكم. الو. نعم يا ابو علام. الو السلام عليكم. وعليك السلام والاحترام. مرحبا. عندي سؤال يا اخي كريم. مرحبا بك وبسؤالك، تفضل. اخي كريم، عندنا زاوية. عندكم زاوية؟ امام ربي يرحمه. كي توفى هذا الامام ربي يرحمه دفنوه ثم احد بجانب الزاوية. نعم. بجانب الزاوية يعني خلف الزاوية. هل يجوز الصلاة في هذا الزاوية ام لا؟ نعم. الزاوية مدفون خلف الزاوية. خلف يعني خلف خلف الزاوية، يعني خلف الزاوية. خلف الزاوية يعني بعيد عليها تقريبا مترين او اقل. هو وصى بهذا الدفن ولا هما دفنوه؟ كيف اخي كريم؟ هذا الامام هو اللي وصى يدفنوه ثم ولا يعني الله اعلم. هو وصى يعني هو اوصى بذلك. امام يعني شبه عالم، يعني انسان. ربي يتقبله في الصالحين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بارك مع الله السلامة فيك. سيدي، بارك الله فيك. شكرا. من بوعلام إلى أين؟ نعم، إلى فرنسا. سيدة عائشة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. معليش خويا نهضر بالقبيلية. لا كذلك تفضلي. السلام عليكم. فيك سقسي في سعر ميس بوتما فيفاس يموت ما قبل ما تفرقن الورث. يجد جديس يجد الورث. الوغ من بعد فيفاس يموت جديس ديجا يموت شحال ياكي يموت فيفاس ميس بوتما ياكي يجد الورث. وثورة عمسيس السقر نورمالمون صعيبه لدروات ورثوس باسكو فيفاس يموت ما قبل يماس. فوالا سمحي، يموت ذا مزور يموت جديس. يموت جديس ومن بعد ديالنا فيفاس بقشي شاكي. ايوا من بعد. ومن بعد ثنا جيداس. بعد ثرنا جيداس. وي. ايوا. ومن بعد ثورة عمسيس السقر ثلاث ضارة وسعيبارة الحق اسك ذي الدين بالصح ويسار الحق نغ. بالمي يموت فيفاس بقشيش. فيفاس بقشيش يموت تقريبا هكا واحد يمد واحد 15 سنة. يجدس من المي يموت جديسي شحال يتجد فيفاس يتجسد ضا مزيان يتجسد واقيلا 5 سنين يموت زيش خلاص واضح. يجي داس مي تموت جيداس موت واحد سنين زفير نميس. خلاص واضح. ميساقي الوغ فيغا الزراغ اسكي سال دروا ميشو و اتخدم هذا الجميل ما تهضر ضيع مسيساقي السيني ضاويل خاطر وكي فيه جيلن ورسع نحد يعني حال ربي بيان سور. الوغ وسعنا رخام الزغن ذاك الخام جد نسن ايوا تما ما شحال براوسي ساعه شحال دري ساعه 3 ساعة 3 ثورة تقول تقول من جديس قماس داغن خمني واقيل ثورة دي نزلنا غزري غارة الوغ نتساسن دا تقولي تحوسنا في الحق نسن باش هذا فينا خمن دا الزغن وفيغ داغن دني ضوال داغني الخوال بقشيشه كذا غنى داقلا اسنتي نظام السلاي يعني واقي يتيم ما تسمكتض شويه الغاشف يون يتيم شبا يا ربي نساء سون مدن ثورة سؤال واضح ولتنا واضح. يعطيك الصحة بارك الله فيك. وإياك شكرا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. حفيظة من العاصمة. نعم سيدة حفيظة تفضلي. الو. نعم يا حفيظة. بيسقسي فضيلة الشيخ. نعم يسمع لك تفضلي بسؤالك بسرعة. أنا عندي زوج دراري. نعم للأسف. إذا نكمل الإجابة. سؤال أختنا ياسمين في سؤال حياة.
معذرة شيخ. حياة من الغزوات ونستأنف الإجابة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المباشرة مع الأخ. تفضلي. نعم. خويا أنا عندي مشكل، هذه 9 أشهر من نخرج من الزوج ديالي صرات مشاكل. 9 أشهر زواج. نعم. صافي دوك هذه 9 أشهر من نخرج من عنده. اسمحي لي، 9 أشهر زواج ولا 9 أشهر؟ نعم. اليوم صيفط لي ميساج لا ربي جا قال لي ويلا كنت الطلاق، خوات 9 أشهر عند والديا ما دورت ليا ما والو. قلت له انا نطلق، قال لي رد لي صوالحي راكي مطلقه. جاب حوايجه قال لي راكي مسرحه في الدنيا والاخره. تسمعني خويا؟ الميساج بعث لك ميساج. وي نو جا في الاول دا حوايجه قال لك ندي حوايجي ومن بعد نطلقك هكذا. فوالا اشترط عليك. فوالا. ديت له حوايجه قال لي راكي مسرحه في الدنيا وفي الاخره. راكي مسرحه. اليوم غادي من بعد شهر صيفط لي ميساج قال لي باللي ما راكي مطلقه ما والو. قلت له انا تتفاصل باقي لي شهرين، راني في العده ديالي باقي لي شهرين وصايرني مسرحه. قال لي باش تقولي راكي مطلقه ما مطلقاش، انا قلت لك راكي مسرحه ماشي مطلقه. بين الكلام الاول والكلام الثاني شحال كان المده؟ 9 شهور. 9 شهور؟ وي 9 شهور باش عاد جد حوايجه. لا كي قال لك راكي مسرحه شهر. شحال عندها الكلام هذا؟ هذه شهر من اللي قال لي راكي مسرحه، وهذه اليوم هذه سيمانه من اللي بعث لي ميساج قال لي باللي ما باش تقولي راكي مطلقه ما راكيش مطلقه. يعني قال لك انت عاد على رقبتي. ولكن هو يقول مانيش نقصد في الطلاق هذا. الله اعلم. وفي البدايه قال في البدايه قال راكي مطلقه. لا قالها ردي القش ويجي وراكي مسرحه في الدنيا والاخره. هذا اللي تلفظ. وكلمه طلاق ما قالهاش. تلفظ لك بالطلاق ولا لا؟ قال لك نطلقك. لا قال لي راكي مسرحه في الدنيا وفي الاخره. نعم خلاص واضح. الله يجعل خير يا حياة. ان شاء الله. بارك الله فيكم. انت عندك نية ترجع لزوجك؟ عندك نية باه ترجع لزوجك؟ الله اعلم. وانت ما تعلميش؟ لا الله يعلم كل شيء، ولكن انت مشاكل بين الاهل ديالو ونتاعي الله اعلم. انت عندك رغبة ولا لا؟ انت بينك وبين نفسك عندك رغبة للرجوع ولا لا؟ قال لي انا الشيخ عشت مشاكل ما عملنيش كزوجة. نعم. ما عندكمش اولاد بيناتكم؟ لا ديجا انا قال ثاني غير بالفاتحه. قال لي من بعد نعقد حيمشي بيا. سبحان الله. اذا نعم. انا في فرنسا وراني في الجزائر. نعم. ربي يقدر الخير يا حياة. شكرا بارك الله كل فيك. التوفيق ان شاء الله في حياتك. ان شاء الله. مع السلامة. إذا فضيلة متيزي وزو دكتور تسألنا وتقول أن لها والدان لا يؤديان الصلاة الفريضة ويعتقدان أنه فات الأوان لأنه ما تقدما في السن فللآن يتركان الصلاة. الله أكبر. أولا في ظاهرة لبعض الناس نديرها بالعربية وبعد نترجمها بالقبيلية، الذين لم يبدأوا الصلاة في الصغر كي كبروا تولي الصلاة هذه شغل جبل، وفي حين هي خفيفة ما شاء الله. لو كان نشوف واحد عنده 80 سنة يصلي يقول لك صليت 80 سنة وراي خفيفة وحلوة وما شاء الله، ولا أستطيع أن نتركها، ما يقدرش يتخلى عليها أصلا. لذلك نقول أولا ما فاتش الحال، ما دام ما جاش ملك الموت، ما جاتكمش سكرات الموت، إن شاء الله ربي يطول في عمركم حتى نتوبوا وتصليوا وتعوضوا ما يمكن تعويضه. وربي قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فبالتالي تأجيل التوبة إثم يحتاج إلى توبة، غير مقبول أصلا. واحد يقول لك ما نتوب السمانة الجاية ولا الشهر الجاي ولا رمضان الجاي ولكن حج ولكن وصل 90 سنة ولا كل هذا الكلام لا معنى له أصلا. لذلك ننصحهم باش يبدأوا في الصلاة عاجلا لا آجلا. وريف ثار الحال باش تفذوم تظل ثنوان توخرم ذو الصح تسيدت، ولكن مادام ودوسار سكرة الموت ما زال يوسع في لون الحال. وإلا قالت توخرم التوبة نوان إلا قالت تفذوم تظل إن شاء الله ثورة كانت سلام الجواب أخذت الشيطان
روح تفدم تزارت في منوان وذي قبل ربي إن شاء الله عوضت غرم ثاكين من الزمرم أرنوث النوافل أينو من الزمرم وإن شاء الله كن يفكر ربي تغزيل العمر ألم الظلم مطاس وتغرم المطاس بوسان غطاس للشهور غطاس الأعوام وقت يختم ربي إن شاء الله الخاتمة الهان بحسن الخاتمة لكما ولنا جميعا يا رب العالمين. دكتور، إلى الأسئلة الواردة على البرنامج. فاطمة الزهراء من تبسات أخت قالت أنها تزوجت وطلقت قبل الدخول. الآن هذه المشكلة نتاع البلدية الآن اللي رفضت إلا بعد مرور العدة، هل هذا معمول به؟ نعم. في المصالح المدنية. نعم، للأسف هناك أخطاء نعم. ترتكب لسببين. الأول عدم معرفة أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع. نعم. الثاني عدم استيعاب أحكام القانون. نعم. لأنه في 9 جوان 1984 يعني في 9 رمضان 1404 الموافق ل 9 جوان 1984 صدر قانون الأسرة عنده 224 مادة. نعم. وفي المادة 222 واش تنص المادة؟ كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. هذا النص الحرفي للمادة. جمع فأوعى. وكي نروحوا المادة 22 من القانون نفسه تنص هذه المادة على أنه يثبت عقد الزواج هو الزواج بعقد. نعم. بمستخرج بعقد زواج حتى في المعدل دكتور، حتى نعم. في القانون المعدل، حتى القانون المعدل. نعم. نعم. والتعديل حصل في 27 فيفري 2005 تحت رقم 05 شلطة 02. نعم. طيب، إذا المادة 22 هذه بمعنى إذا كان واحد تزوج بالفاتحة وما دارش عقد الزواج في البلدية ولا عند النوتير، واش يدير؟ يعتبر هذا عقد زواج مغفل، خاصة بعد الدخول طبعا. وبعدين واش يصرى؟ يتجه المعني إلى المحكمة لاستصدار حكم قضائي يقضي أو يأمر ضابط الحالة المدنية بتسجيل عقد الزواج بأثر رجعي يعود إلى التاريخ الحقيقي للزواج. بلا ما ندخل في الديتاي التفاصيل تاع القانون. الآن أمامنا حالة ومشكلة وفتوى. الجواب على حسب المعطيات اللي سمعناها يا أختي فاطمة الزهراء، ما دام أختك تزوجت زواجا شرعيا ورسميا بالفاتحة وكذلك بالعقد الرسمي، ولكن طلقت قبل الدخول، كي قالها أنت طالق، هذا الطلاق يعتبر طلاق بائن بينونة صغرى ولا عدة لها. ما يقدرش يقول لك في الفلاميري ولا يقول لك لازم تعتد. واش تعتد؟ ما عندهاش عدة. نعم. وما دخلوا في الكلام هذا هو. نعم. لا أدري. هو ضابط الحالة المدنية. ما يدخلش في هذا الموضوع. إذا ما نقول كيفاش تصرى الأمور، المفروض المجرى الحقيقي للأمور كيفاش تصرى. فيه تواطؤ يعني حسب طبعا. نعم، فيه تواطؤ من الأطراف. للأسف زواج نتاع أختك، التفضيل والتلبيس. الزواج نتاع أختك بهذا الرجل الثاني زواج مشروع وصحيح عادي. وبعدين يجي واحد ويقول لي ولكن ما أرجو ما هذه المخلوقة هذه راهي عندها عقد زواج رسمي مع الزوج الأول. نقول له عادي. كيف؟ ترفع دعوى قضائية أمام الجهة القضائية المختصة مع بيان هذه المعطيات وهذه المعلومات. نعم. أن فلان طلقني بتاريخ كذا وكذا قبل الدخول. وبعدين وقد استفتينا، ممكن تأخذوا حتى فتوى مكتوبة من قبل الأئمة هناك، وممكن نقدموا نعطيوا لك فتوى مكتوبة رسمية. نعم. يعني فتوى بالموقعة. قال أنه هذا الطلاق الشرعي قد وقع. نعم. وبعدين القاضي يصدر حكم الطلاق بأثر رجعي. إذا قال الزوج أنا ما طلقتش فليقول ما يشاء إذا كان في إثبات. هل كلام الزوجة الآن بالنسبة لهذا الموضوع؟ الأخ محسن قال خلي تليفون يعني باش نزيد نتواصلوا أكثر. لماذا؟ نعم. لأنه عادة كما يعرف الزواج يعرف الطلاق. نعم. وأنا أخذا بالمذهب المالكي
وقد تأكد ذلك في قرار اجتهادي للمحكمة العليا في السنوات خاصة في سنة 97. نعم. ويؤكد على أن الشهادة بالسماع مشروعة ومقبولة وتبنى عليها الأحكام في اجتهاد يعني. نعم، في اجتهاد قضائي. معنى الكلام هذا اللي نقول لك ينسجم مع الشريعة وينسجم مع القانون الجزائري ومع الاجتهاد القضائي الذي صدر من أعلى جهة، من أعلى محكمة، وهي المحكمة العليا. لذلك دكتور، هل الأعراف القضائية كلها تعمل على هذا يعني تسير على هذا الخط أو تختلف؟ للأسف هو في اختلاف المحاكم. الموضوع اللي كنت تعطيني وكما كاش السائلين نفصل في هذه حتى النهاية. لا، لأن هذه النقاط يعني نعم مهمة جدا. مثل مهمة جدا. بارك الله فيك يا أخي محمد هي صالح. تسمع الآن كلام غدوة ترفع قضية، الآن تتفاجأ بشيء آخر. نعم. يعني ربما تتفاجأ بأحكام يعني أخرى ومعطيات أخرى. لذلك لابد أن أتواصل معك يا أختي الفاضلة، ولكن نكون قلت الجواب كالآتي، بمعنى مادام هناك اجتهاد قضائي يحكم، خطر الزواج معروف عند الناس كيقول فلان زوجت معروفة. والطلاق يفترض أنه ماشي يبقى غير بينه وبين، هي تقول مالها ممكن يتصلوا به وكذا، والعائلة تسمع، وبعدين القاضي يجري تحقيق، يعني يأمر بإجراء تحقيق. كي يجري تحقيق، علاش قلت هذا الاجتهاد نتاع المحكمة العليا؟ معناها الشهادة بالسماع يسمح بها وتبنى عليها الأحكام. نعم. النهار اللي يتأكد بأنه فلان طلق فلانة طلاقا شرعيا صحيح بالنسبة لعقد الزواج لا يزال قائما على مستوى الحالة المدنية، ولكن كما قلت قبل حين في المادة 22 أن الزواج هو واقعة مادية يمكن إثباتها بحكم قضائي طبق المادة 22 وبأثر رجعي وبسعي، الفقرة الثانية، وبسعي من النيابة العامة، لأن هذا الزواج من النظام العام. نعم. وكذلك أمر الطلاق، أن الحكم القضائي يؤكد الطلاق الذي وقع شرعا بناء على شهادة الشهود. وطبعا يفترض، وهذا وهو المنتظر والمتوقع، أن أمر الطلاق قد عرف على الأقل بين العائلتين أو عند الجيران وهكذا. طيب، لذلك الآن باش نرفع الحرج، لأنه الإشكال كله ذكر تزوجت بزوج آخر. علاش قلت هذا الكلام؟ لأنه ممكن الزوج الأول يتابعها جزائيا، يقول كيف تتزوجين برجل آخر وأنت في عصمته، فبالتالي له الحق من الناحية القانونية البحتة أن يتابعها جزائيا. لذلك بينت هذا الأمر الشرعي بهذا الوضوح دفعا لكل التباس. وقد ذكرت المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري، نصها حرفيا كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وأنا الآن أحدثك بالشريعة الإسلامية، وهو الذي يجب أن يقوم به القاضي. من المفترض هكذا بعد ما يجري تحقيق يصدر حكما قضائيا بالطلاق بأثر رجعي يعود إلى ذلك الوقت اللي صار فيه الطلاق، وبعدين تنسجم الأمور وتتناغم. تولي هذه الأخت لها الحق بعد ذلك باش تسجل عقد زواجها الثاني، لأنها حملت ووضعت. نعم. طبقا دائما المادة 22، وتروحي أيضا قانون الحالة المدنية من ناحية بعض الأحكام راهي موجودة في هذا القانون. وبعد ذلك يثبت النسب. نعم. النسب نتاع هذا الوالد ولا الطفلة واجد عندها. نعم. يثبت لوالده الحقيقي وهذا الوالد. وهذا الأمر لم يتم. طبعا لأنه ما كاينش عقد زواج. نعم. وما يسجلولكش. طبعا مادام التليفون موجود أتواصل معك، وطبعا أعد السادة المشاهدين إذا كان يسر الله أن تواصلتوا معي، لأنه أحيانا التكنولوجيا ما تنفعش. نعم. أحيانا بعض الإخوة يعني ربي يعلم نعمل كل ما في وسعي من أجل التواصل مع كل الذين التزمت معهم بالتواصل، ولكن أحيانا نجبد ما كانش يعني ما. نعم. الله غالب. فقلت إذا تحقق التواصل سنفيد إن شاء الله في اللقاء القادم أو بعد القادم السادة المشاهدين بتفاصيل هذا الموضوع ليفهموا هذه التفاصيل الشرعية والقانونية. نعم. والتي قد يقع فيها الناس. بارك الله فيك محمد صالح. فعلا يقع وما أكثرهم صحيح. نعم. ذبح الدجاج بالآلات. وحتى الاجتهاد القضائي يا أخي الله يحفظك. بارك الله فيك. ذكرتني حاجة مهمة. نعم. أحيانا نجد بعض الاختلاف، يسمحوا لي السادة القضاة. نعم. بعض الاختلاف
موجود. نعم. لذلك معليش بكل صراحة هذا منبر تاع الإفتاء. نعم. نفتيو من الناحية الشرعية ونفتيو من الناحية القانونية أيضا. نعم. دفعا لكل لبس ودرءا لكل فتنة قد تقع بين الناس. نعم. بارك الله فيك. إذن المسألة الثانية ذبح الدجاج بالآلات، هل له حكم الذبح العادي؟ لو كان المشكلة خايف الكل راهم يأكلوا في الدجاج الآن يعني. نعم. نقول لهم توقفوا ولا واش؟ بماذا نفتيهم؟ والله نفتي بصراحة يعني نقول ما أعتقده بيني وبين ربي سبحانه عز وجل أنه بعض المذابح هذون ما راهمش يذبحوا بالطريقة الشرعية أبدا. يعني نعم موجودين. يجيبوا الماء وكاين فيه تريسيتي الكهرباء ويعلقوا قاع دوك الدجاج يعلقوهم من الأرجل نتاعهم هكذا يستفوهم هذا مر هذا، وبعدين يدوخوهم التدويخ الكهربائي بالدوران، هما يمشيوا حتى يوصلوا للموس هذاك السكين الحاد اللي يقطع. طيب السؤال مطروح، نفترض انه فيه 100 واحد معلق، بالك 10 الاولين ولا 20 الاولين مازال فيهم الروح بعد تدويخهم يوصلوا لهذه الآلة الحادة ويذبحوهم عادي، وقد تمت في حقهم الزكاة الشرعية. علاش يقول ربي في القرآن يقول إلا ما ذكيتم أي ما أدركتم فيه الروح وذبحتموه طبقا للشريعة الإسلامية. هذا هو المقصود. إذا كان زوج خيرفان تناطحوا واحد منهم تغلب على الآخر وطاح هذاك ويحتضر، إذا كان واحد منكم الحق لهذاك اللي راه يحتضر أسرع إليه وأدرك فيه الروح يقول حللتها. نعم. علاش بكري الرعاة؟ نعم. يعني عندهم الفقه الناس عندهم الفقه. نعم. عندهم الفقه. إذا كان واسمه معزن تاعو ولا خروف ولا بقرة ولا تطيح من أعلى من علو يسبق يذبحها. نعم. وماشي يذبحها كي تموت، لا هو يدركها نعم. لازم يدرك فيها الروح، وماشي كيما دروك لي جون تاع دروك حاشا اللي ما يستاهلش يرفد الموس باش يسرق لي بورطابل ويسرق الدراهم من الناس. نعم. دروك ايضا يرفدوا الموس، ولكن يرفدوا الموس للعنف. نعم. ما يرفدوش الموس للصلاحه الا من رحم ربي، هذا ليس حكمنا عاما ولكن للتنبيه. اقول اذا ربي سبحانه قال الا ما ذكيتم ادركتم فيه الروح. الان هذا الدجاج ماشي كل الدجاج اللي يوصل يعني معاه الروح، كاين اللي يموت لهيه قبل ما يوصل كاع لحد يموت دايخ مات دايخ كي يوصل الموس هذاك يضرب في الفراغ. نعم. إذا نقولوا هذوك اللي ماتوا قبل ما يوصلوا للآلة الحادة لم يذك، ما كانش فيهم ذكية شرعية. نعم. لا يجوز أكلهم. لذلك كانوا ننبه السادة الناس اللي مسؤولين ومشرفين. دكتور لما تأكل من دجاج مذبوح على طريقة شرعية وذبح أمامك وبخلاف اللي تشتريه على هذه الطريقة. نعم. فيه فرق حتى في مذاقه وطعمه. نعم فيه فرق كبير. لذلك نقولوا احنا نقولوا وما أصبح ينتج عنها من أمراض المسرطنة. نعم. وطبعا الزكاة الشرعية لها فوائد. نعم. صحية جمة كبيرة كثيرة جدا، وما ناش نتهم جميع المذابح. نعم. اسمعوني مليح باسكو هذا الموضوع طرح يعني كثيرا وكان الرد مفصل. نعم. ربما في مقامات أخرى يعني عندنا وقت أطول. نعم. ولكن لا نتهم الجميع، ولكن لا بد من الحذر ولا بد أن نعالج هذا الموضوع. نعم. معالجة شرعية قانونية صريحة واضحة لتنوير الرأي العام. نعم. ونبتعد وننأى عن كل حرام. حتى نربط الموضوع بالواقع فقط. الآن كثرة الطلب ألجأت إلى مثل هذا. كثرة. نعم. الطلب على هذه المادة وغيرها ألجأت إلى مثل هذه الطرق في الذبح. نعم. كيف يراعى هذا الأمر؟ مهما كانت الطلبات الكثيرة الملجئة، ولكن هذا لا يبرر صنيع من يخالف أحكام الشريعة في الزكاة الشرعية. ولا بد أن نجتهد في إيجاد الوسائل الكفيلة بتحقيق الزكاة الشرعية بشروطها بالشكل الذي يجنبنا الحرام، وباش الناس اللي تاكل غير في الحلال. نعم. هذا ما كان، وهذا واجب شرعي لا بد أن نخرج من هذا الحرج. نعم. الله يرفع الحرج يا رب. الأذان والإقامة للمرأة سرا أو جهرا؟ يكون سرا، وكما قال الإمام مالك بالنسبة للإقامة قال إذا كان صدق الإقامة ما كانش مشكل لا حرج، ولكن إذا كان درت الإقامة فقد فذلك فحسن. هكذا قال. هل تؤذن؟ لا تؤذن لصلاتها. هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه، هو الحوار الذي دار بين إبليس
والنبي صلى الله عليه هذا وسلم. الحديث غير صحيح فيما أعلم. نعم. وقد ذكر في العلماء أقوالا، هناك من قال لا أصل له. علامات الوضع بادية نعم. علامات الوضع فيه واضحة جدا. نعم. جدا. فبالتالي هذا حديث غير صحيح. في أحاديث صحيحة دارت بين الشيطان. نعم حديث صحيح، ولكن هذا غير صحيح، حديث معاذ غير صحيح. بعلام من عين الدفلة، هذا الإمام الذي أوصى بأن يدفن بجانب الزاوية، حكم الصلاة في هذه الزاوية. أولا اسمحوا لي على كل حال مثل هذه الوصايا والله بصراحة. نعم. كاين باب اسمه باب سد الذرائع. نعم. أو كاين بزاف اللي راهم مدفونين ثم وبعدين يجيو بعض الناس اللي ما يعرفوش أحكام الشريعة. نعم. يديروا له مقام ويعليه، كان بعدين اللي يدير الطواف، وكان اللي يدير الاستغاثة، ثم كان اللي يرتكب بدع شرعية ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن هذا الإمام حنا علينا بالظاهر والله يتولى السرائر كما قال الأخ محمد صلاح كي طرحتي السؤال، قال لك إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله هو ربي. نعم. يعني احنا نقولوا هذا الناس مؤمنين، نعتقد فيه الصلاح، نعتقد فيه ونرجو له الرحمة، نرجو له الرحمة. وكان معلم القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح حديث عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما شاء الله. ولكن ما وش كل واحد علم القرآن الكريم في زاوية ولا في جامع يقول دفنوني هنا دفنوني هنا. هذا واش نقول لك، هذه كتوجيه عام. سدا للذريعة. سدا للذرائع. في الأصل مباح. لا الأمر الأصل مباح. نعم. ولكن سدا للذرائع كاين مقبرة عامة نتاع المسلمين يروح يدفنوا هناك والسلام عليكم وعليكم. نعم. السلام. منه من إخوان. أما الصلاة يا أخي العزيز. نعم. بعلام الصلاة جائزة صحيحة بيقين. نعم. مادام تدفن خلف الزاوية كما قلت ما كان حتى مشكلة. الصلاة في هذه الزاوية صحيحة. ونأكد على هذا خاطر بعض الناس يعتمدون على بعض الأمور كما نعم. هذه ويثيرون الفتن، يقول كذا تجوز المقابر وكذا. ربما نعود إلى الموضوع بمزيد من البيان في أوانه وحينه. نعم. إن شاء الله. عائشة من فرنسا، مسألة الميراث هذه دكتور. نعم. عائشة من فرنسا، أولا مات الجد. نعم. ثم مات الأب منذ 15 سنة. نعم. يعني هو الابن في الحقيقة، الأب بالنسبة لهذا لوليد أختك هكذا. نسبة هؤلاء لها. هي قالت مات قالت ابن أختي مات أبوه. ولد أختها. أيوة. نعم. وقبل تقسيم الميراث. أولا هنا أشرت إلى أن ظاهرة تأجيل قسمة الميراث هي ظاهرة مش مليحة إطلاقا. بمعنى مات شخص كما هذا اللي قلت انت الجد، في الحقيقة يعني طريقة طرح المسائل أختي عائشة ربي يحفظك مليح يكون بطريقة أخرى. نقول مات فلان مثلا، نقول عمر وترك ابنين، ما ترك مثلا محمد وأحمد وبنت خديجة وهكذا، وبعدين بالأسماء هكذا نقدروا نجاوبوا باش كل المشاهدين يفهموا جيدا. نعم. أما كتقول مات الأب والجد وكذا يصعب، ولكن حاول نبسطها بالشكل الآتي. مات شخص اللي هو جد ابن أختك مات هو أولا، ولكن لم يقسم الميراث في الحين، لم يقسم الميراث. هنا نقدم توجيه مهم. المفروض بعد وفاة المورث ما نقولش في هذاك اليوم ولا في يومين ولا 10 ولا 20 ولا 40 ما يهمش 50 60، المهم ما يطولوش كما يطولوا بعض الناس، يبقوا 10 15 20 سنة باش يقسموا التركة. ماذا يحصل هنا؟ الورثة منهم من يموت بعدما مات مورثهم، أليس كذلك؟ نعم. وذلك الوارث يتحول إلى مورث، يكون هناك تغير على مستوى تشكيلة الورثة، ويكون أحيانا تغير على مستوى مكونات التركة. يعني ممكن هو خلى حانوت. نعم. وحانوت باعوه. التغير يحدث في نصيب الهالك. نعم. حتى يعني ننزل الواقع. الآن تركت الميراث على حاله. هذا الميراث تركوه الناس على حاله، ما تقسمش، لم يتخارج الناس فيه. الآن يموت إنسان، الورثة نتاع الميت هم يسالوا في نصيب باباهم. مش راح يسالوا مع النصيب الكامل للتركة. لا هكذا أبدا. أنا كنت أستهدف نقطة أخرى خطيرة. لأن الناس الآن تتربص، بعض الناس يتربصون خاصة اللي يتبعوا العقار أو يتبعوا المنقولات، في يسمعوا كتركة تقسم يسارعون، يعني ممكن يشتروها بالغبن من الورثة فيتريثون،
ومن بعد تحدث هذه الأمور هذه. سبحان الله العظيم. نعم. شوف يعني باب سد الذرائع في الشريعة. نعم. يعني راهي عارف يقول لك بالدارجة، يقول لك الباب اللي يجيك منه الريح سد واستريح. سد واستريح. نعم. وهذه من الأبواب نعم. اللي تجي منها الريح حتى يعني في القضاء أن لا يقسم ميراث حتى يبلغ الآخر قاصر أو يبلغ سن الرشد، لا يتصرف في التركة. لا يتصرف نعم. في التركة. هذا تعطيل لمدة طويلة، ولكن كاين حلول أيضا، ولكن لمصلحة يعني. كاين حلول قانونية في هذا نعم. الباب، أنه بالنسبة للقصر عندهم ولي. نعم. إذا ما كانش ولي طبقا للمادة 88 وما بعدها يكون وصي. إذا ما كانش وصي يكون مقدم طبقا للقاعدة المعروفة، القاضي ولي من لا ولي له. والتصرف في الحمد لله الأموال يكون فيها قاصر لازم يكون تحت إشراف القاضي. نعم. تحت إشراف القاضي. نعم. القاضي هو الذي نعم. يقسم له. ذكرت هذاك المثال نتاع التأجيل إلى آخره، خايفين من بعد صار المناسخات. المناسخة. نعم. وكي تصير المناسخات خاصة إذا تعددت القبور يصعب حلها، وكي نزلوا إلى الميدان لقوا التغيرات اللي حصلت في المكونات نتاع التركة أيضا يتعقد الأمر أكثر فأكثر. الآن واش نقول لك بالنسبة للجد اللي مات؟ حنا مثلا هذاك الجد خلى أرض وخلى يعني عقارات ومنقولات، نديروا الفريضة ونجيبوا فيها الورثة نتاعو. من ورثته بنته اللي هي عمة هذا الطفل، الأخت تقول عمته رفضت هكذا قالت. نعم. نقول عمة هذه نتاع الطفل هذا وليد أختك بالنسبة للمورث الأول تعتبر بنت، إذن ترك بنت، وترك زوج أختك اللي هو ابن لهذا المورث، هو ابن. نعم. ماناش عارفين ورثة آخرين وراهم. حنا المهم إذا كان غير هذون نقسموا التركة نتاع الجد طبقا للفريضة الشرعية ووفقا لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. متفاهمين؟ من بعد كما قال أخوي محمد صالح الآن ما آل إلى هذا الابن الأول يؤول إلى ورثته هو. شكون ورثته هو زوجته اللي هي أختك، هي الأخت السائلة الأخت عائشة، وكذلك ولادها. قلت عنده 3 أولاد أختك 3 يأخذوا الباقي. إذن أختك يا أختي عائشة مع أولاد أختك في 3 الجميع يرثون مناب زوج أختك طبقا للفريضة الشرعية. أختك اللي هي زوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي يقسم على 3 أولاد إذا كان فيه ذكور كامل معنا بالتساوي حسب عدد الرؤوس. إذا كان بيناتهم واحدة أنثى يعني بنت وزوج أبناء يقسم طبقا القاعدة القرآنية للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الجدة بالنسبة للجدة هنا ننتقل إلى فريضة أخرى. هذه زوجة الهالك الأول. هذه زوجة الهالك الأول. نعم. هذه هي ترث الثمن في المجموع عندها أن يتم ثمن، وربما بعد وفاة زوجها زاد دخلها أموال وكذا. المهم مجموع تركتها وما أضيف لها توزع أيضا طبق الفرض الشرعي. كيف توزع؟ هنا العمة هذه التي اعترضت هي إذا كانت وحدها ترث نصف ميراث أمها، نصف مناب أمها فقط إذا كانت وحدها. إذا كانوا في زوج يديو 2 على 3. إذا كانت مع أخوها دائما تبقوا قاعدة الذكر مثل الأنثيين. أما هذوك الأولاد يعني أولاد أختك هذون يرثون من ميراث جدتهم التي ماتت بعد أبيهم إذا لم تمنح لهم هبة أو وصية، يرثون طبقا للوصية الواجبة لقواعد التنزيل التي ذكرت بالحرف يعني موجودة في قانون الأسرة من المادة 169 إلى غاية المادة 172. معناه نورثهم عن طريق الوصية الواجبة إذا لم تسعفنا قواعد الميراث العادية. خاطر إذا كان العمة وحدها برك نقول العمة ترث النصف وأولاد الابن هذا يديو الباقي تعصيبا فهم عصبة بالنفس.
يعني قصدت باش نعطيها التفاصيل باش نقول السادة المشاهدين إذا تعلق الأمر بالميراث لازم يكون عندكم الدقة. نعم الدقة مطلوبة. الدقة باش نكونوا معكم أيضا عندنا الدقة. أبسط خلل يفسد كل شيء. أبسط خلل لأنه نحن نجاوبوا على حسب المعطيات. نعم. قلت العامة بل كاين الآخرين. نعم. أنا أجيب بجميع الاحتمالات وممكن نخرج لك 20 احتمال في هذا الموضوع. نعم. وطبعا الحصة كلها تروح في سؤال واحد. بالقبائلية دكتور. قبيلي. نعم. وقت عائشة يعني باش نعاود هذه شحال مازال وقت أخويا محمد صالح. عندك 4 دقائق. الله يبارك ربي يبارك فيك. هذا باش نبقى بقات خوتنا حياة من الغزوات. باش موضوع الطلاق. نعم. نعم. طيب إن شاء الله يكون البركة في الوقت إن شاء الله. إن شاء الله. قلت مع عائشة أين يعنان ثمسة يوم من سلا جدس براو بولتماماكي يموثم تريكاني نسا تفضو فراويس تمطوثي تساوي ثيس 8 الباقي أثاوين وراويس أقشيش أذي ورث سين يمورن نغسين الحقوق في فيوث نتقشيش أكا من بعد أقشيشاكي نغفافس أرجاز بولتماماكي يموثنا فلاسي عفو ربي أين تيدي الصح نتسا أثفضون وراويس ثمطوثيس يعني والتمام أتصور ثيس 8 جمهور برجازيس يحق برجازيس الباقي أذي يروح سراويس نتسا ما إلا جيدا سناقي جموثن من بعد ثورة ما إلا جيدا سناقي تجد كيون تقشيش يعني عم تس برشاقي يوث أتسوي النفس الباقي أثورثن ورشاقي يعني أراو بالتمام خاطر هي العصابة ما إلا خلظن قشيش سين وراشك تقشيش أطبق القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ما ذرش أضفضون على 7 الرؤوس ذاك نزمر غادي نغلتما وإن شاء الله يبضك ميد وقالت لي ثاني كلمة للأخوال باش في رعاية اليتامى. نعم. يا أختي الفاضلة نقول للأخوال اللي راهم يربيوا في اليتامى ولا أي واحد يربي في اليتيم نقول لهم بشرى نتاع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين يعني يجمع بين هذا الشاهدة والوسطى وهي طبعا يسموها السبابة ولكن أفضل نسميها الشاهدة خاطر نقول بها لا إله إلا محمد رسول الله نشاهدوا بها نعم. هذه وهذه معنى ما كاينش فرق يشوف القرب يعني هذه بشرى تاع النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرق بسيط هذا الفرق وفيه فرق بسيط فقط نعم. فيه فرق بسيط هو أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم كهذا الله يبارك ما شاء الله كهذا الفرق وهو فرق بسيط بين نعم. هذا وهذا لذلك نقول هذه بشرى تاع النبي صلى الله عليه وسلم لكل اللي راهم يكفلوا باليتامى بالأخوال الأخوال اثني حرز ربي وكذاك يعني يحرزن يوجيلا اثني حرز ربي اسني في ربي إن شاء الله البركة يثوزر تنسن. سؤال آخر حياة من الغزوات دكتور. طيب الأخت حافظة من العاصمة قالت عندي ابنان وتوقفت هنا يعني أنا دريت قطعت المكالمة إن شاء الله توفقينا مرة أخرى باش تجاوبي إن شاء الله. الآن حياة من الغزوات. نعم في دقيقتين. نعم الله يبارك. نعم. أولا هي قالت بلي عندي مشاكل مع الزوج هذا. نعم. ورقم 2 كي تقول له سجلني في الحالة المدنية قولها من بعد. يعني بصراحة هذه قارنة بلي هذا الإنسان ما ينفعش يعني ما ينفعش. قرينة لا توحي بخير. هذه قرينة لا تبشر بالخير. نعم. القرينة الثالثة أنه يجيب لي حوايجي راكي كذا وبعدين مسرحة وشنا حوايج ومسرحة وراكي مسرحة روح رقد شحال رقد من بعد اتصل بك وقال لك على ذمتي. كيف على ذمته يعني إذا كان الشريعة ما فهمناهاش. لا ما فهمناهاش. لازم أن هو يسأل ودائما نكرر هذا الكلام نقول يا أيها الناس علاش النساء هم اللي يسألوا ماشي الرجال. بماذا نجيبها؟ والله نجيبك أنا رأيي الآن بصراحة. نعم صلي صلاة ركعتين يعني الاستخارة وزيدي شاوري العائلة وربي يعطيك الرأي الذي يرضي الله ولا يغضبه. نسأل الله التوفيق إن شاء الله. دكتور بارك الله فيك شكرا جزيلا على هذه الجلسة النافعة الماتعة معكم. شكرا لكم مشاهدين الكرام أنتم الذين تواصلتم وتفاعلتم معنا وأنتم كذلك الذين اكتفيتم بالمتابعة والمشاهدة. ألقاكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.